بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على خير من هدى الناس رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. باسمكم جميعا أيها الأحباب الكرام في قناة سلام الإعلامية المباركة، أنا أحمد شريف، وبصحبة فضيلة الشيخ العلامة مصطفى حسن، إمام وخطيب مسجد دار السلام، مسجد هانتينغ ديل في مدينة ميلبورن. نلتقيه في هذا اليوم المبارك من أيام عيد الفطر المبارك، عاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات والوحدة بين المسلمين. فضيلة الشيخ، أهلا بك وعيدك مبارك. تحية للمشاهدين عبر العالم، على مستوى العالم، عبر قناة سلام الإعلامية المباركة. أهلا وسهلا بك أخي أحمد، وأهلا بكل المشاهدين. وبادئ ذي بدء أقول عيد مبارك إن شاء الله عليكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم إن شاء الله شهر رمضان، وأن يجعل الله تعالى إيانا إن شاء الله، إيانا وإياكم إن شاء الله من عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم المبارك، وأن يعيده الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات إن شاء الله، وعلى أمة محمد أجمعين إن شاء الله. طبعا شيخ حسن، شيخ مصطفى حسن، علامة من جمهورية مصر العربية، مصر الحبيبة الشقيقة. ودوما أنا عندما ألتقي بالعلماء والشيوخ والدعاة طوالي أتذكر، يبدو لي يعني أهداف. يعني لماذا فرض الله سبحانه وتعالى الصلاة الجماعية في المساجد؟ ولماذا يعني خص كذلك فئة من المسلمين الذين يرتادوا المساجد يوم يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله؟ وكلما وجدت من العلماء يعني وأجدهم في المساجد. الشيخ مصطفى حسن أحد الشيوخ الذين تعرفت عليهم، أولا في مسجد ميدستون هنا في مدينة ميلبورن خطيبا وإماما، ثم في مسجد كالتون، أول مسجد في مدينة ميلبورن تابع للجالية الألبانية. خطب فينا وأمنا في صلاة العشاء والتراويح، وبعد فترة طويلة التقينا فسلمت عليه سلام الحبيب لحبيبه، ونحن نحب العلماء ونسأل الله أن يجمعنا وإياهم في آمين جنات النعيم إن شاء الله. آمين. شيخ مصطفى، أول لك وحشة، والله بارك الله فيك، وأنتم كذلك. وهذا الوجه الصبوح ما شفناه. الله يرضى عليك، بارك الله فيك. وإحنا حقيقة نحب أهل أريتريا محبة خاصة. يا سلام. عندي كثير من الأصدقاء والجيران من أريتريا، وفي صداقة قريبة، ودائما سبحان الله، وأنا من جنوب مصر، من صعيد مصر. الله أكبر. فأشعر سبحان الله بقرب شديد من أهل أريتريا سبحان الله، يعني لأن احنا بالجنوب، فتقريبا العادات في صعيد مصر تشتبه كثيرا مع أهل أريتريا ومع أهل السودان، فسبحان الله يعني ما أشعر بالغربة وأنا وسط الجالية الأريترية أبدا، والله يعني كثيرا نلتقي بهم في مجمعات واجتماعات مباركة، فأشعر وكأني واحدا منهم يعني، والحمد لله. وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، أنه دائما قلوب العباد يعني سبحان الله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم دائما إن شاء الله على محبته بإذن الله تعالى. بإذن المولى. ونحن والله كشعب إريتريا نكن لمصر تاريخيا ودينيا وحضاريا وثقافيا بالكثير من الجميل. يمكن مصر العزيزة الحبيبة كانت أولى الدول التي هاجر إليها الإرتلون من بلادهم منذ سنين بعيدة يعني. ولدينا كثير من العلماء الذين درسوا بالأزهر الشريف وفي جامعة القاهرة والجامعات المصرية الثانويات وغيرها. أنا بذاتي يعني أتشرف أنه عملت الماجستير في مصر الحبيبة والحمد لله يعني، وإن شاء الله يحدون الأمل أن نكمل الدكتوراه إن شاء الله في يا رب إن شاء الله بإذن المولى. فحب مصر كثير، وحب مصر من الإيمان. أنا هكذا أقول: لا يكره مصر إلا من في قلبه شيء يعني. ولذلك هذه بلاد مباركة، بلاد صدرت القرآن إلى المكان الذي نزل فيه الوحي يعني. على رأي العلامة الكبير الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، فكانت مصر عظيمة في الإسلام. والإرثريون باعتبارنا نحن يعني نسبة كبيرة عالية من الإرثريين مسلمين، ولذلك قبلتنا إلى مصر علما.
وتدينا كثيرة جدا جدا. كم ذا يكابد عاشق ويلاقي في حب مصر كثيرة العشاق. بارك الله الشيخ فيك. مصطفى. الله والشيخ يرضى مصطفى عليك. طبعا عنده برضه محاولات في الأدب والشعر وهكذا، وخطبه دائما محفوفة، يعني تحفها الأشعار بارك والذكر الله فيك. الطيب. شيخ مصطفى، أنا سعيد في هذا العيد وأيام من أيام الله بارك الله فيك، نلتقي أسأل الله أن فيه. يعيد عليك خير البركات إن شاء الله. فلنعمل مدخل، كيف انقضى رمضان؟ رمضان في أقول في بلاد المهجر بصفة عامة لها أجواء خاصة. طبعا أجواء آه، يعني يجتهد فيها المسلمون بعيدا عن دوائر الحكومية. يعني نحن في بلاد المهجر، وإن كنا نكن كل الاحترام والتقدير للحكومات يعني على جهودهم، ودائما يكون هناك إفطارات ودعوات من المسؤولين، والجالية المسلمة تدعو كثيرا منهم، لكن كل هذه الأجواء تأتي دائما بجهود الجالية المسلمة. غير بلادنا يعني تكون دائما الجهود جهود حكومية وغيرها. فإذا ضربت على سبيل المثال في المسجد عندي، في مسجد هانتنغديل، الحمد لله، وأنا بالمسجد منذ 4 أعوام. فالحمد لله يعني كنا نبدأ دائما في رمضان عندنا إفطار، مثلا من الأجواء الرمضانية عندنا إفطار جماعي كل يوم بالجهود الذاتية من المتبرعين من أهل الخير. فالجمعة الرمضانية على مائدة الإفطار في رمضان في هذا المسجد المبارك نعم. جمعة مباركة، ليس في مسجدنا فحسب، بل في مساجد كثيرا يعني كثيرة تفعل مثل هذا الفعل. لكن المسجد ما يميز مسجد هانتنغديل أنه قريب جدا من جامعة منش، ومعظم رواد المسجد ورواد مائدة الإفطار عندنا هم من الانترناشونال ستودنتس. ما شاء الله. فاللي هم يعني ليس عندهم عوائل، إخواننا المشغولين دائما بالدراسة، نحن قريبين من السيتي أيضا. إخواننا سائق التاكسي اللي هو يعني يكون يعود فيأتي من العمل فلا يدرك بيته. فالحمد لله أستطيع أن أقول مثلا من هذه الأمور الرمضانية أو الإفطارات الرمضانية في هذا المسجد، إن إحنا كنا دائما الحمد لله نلبي احتياجات من هم في حاجة إلى هذا الأمر. طبعا الأجواء التراويح دائما الناس تحرص على حضور التراويح وصلاة العشاء مع الأولاد الصغار والكبار، باعتباري أن البلد يعني فيها ثقافات مختلفة، فيها ديانات متعددة، فنكون حريصين على وجود الأولاد في المناسبات المباركة التي تبتهج فيها القلوب، حتى يشعر أولادنا وبناتنا أننا يعني الحمد لله دائما في ملتقى إيماني وملتقى روحاني وملتقى أسري عميق ما شاء الله. مع كافة أطياف المجتمع. يسود يعني جو من الدفء والمحبة، خصوصا مع الأولاد، خصوصا مع كثيرا يعني حقيقة تأتي الناس بعوائلهم وعائلاتهم، فتجد الأولاد والبنات والزوجات والرجال، وسبحان الله ذلك يعني يظهر المعنى العميق لالتفاف الجالية المسلمة بعضها ببعض، مع اختلاف طبعا الثقافات واللهجات واللغات والجنسيات. فيجتمع مثلا المصري مع أو العربي بصفة عامة بدون ما أفصل في الدول العربية، مع أهل البوسنة، مع بنغلاديش، مع الهندي، مع الباكستاني، مع المسلم الجديد من استراليا، مع المسلم الجديد من بلاد اليونان، من وغيرهم، والأتراك، وكل الجاليات سبحان الله تجتمع في كل المساجد. يعني لا تجد مسجدا، وإن كان المسجد يعني مثلا أنا عندي مسجد بني من مؤسسة بنغلاديش، يعني أهلنا وإخواننا في بنغلاديش هم من أسسوا هذا المسجد، وهم الداعمين يعني لهذا المسجد، وتحت اسم الجالية البنغلاديشية.
لكن مع ذلك تجد ترحيب كبير وحضور كامل لإخواننا من جميع مختلف الجنسيات. بل تجد أنه لما تجد تفاعلهم في المسجد تشعر أنهم أو تظن أنهم من أهل بنغلاديش على كثرة الترحيب بهم وانخراطهم في المجتمع أو في هذا المسجد والعمل الدعوي في هذا المسجد. والحمد لله يعني الأجواء الرمضانية هنا كما نقول يعني الحمد لله يسودها شيء من دفء المجتمع المسلم في التفافه بعضه ببعض. لكن هذا لا يعني ينكر بعض الأمور التي يعني سبحان الله دائما تؤرق يعني وتجعل شيء من الإزعاج للمشايخ، وهو بكوننا يعني احنا في أول الدنيا، أول من تشرق عليهم الشمس بعد نيوزيلاند. فسبحان الله الأمر دائما في كل عام يجعل عندنا شيء من التوتر في تحديد الهلال وتحديد هلال شهر رمضان وتحديد العيد. يعني في هذا العام صار عندنا عيدين، وهذا أمر طبيعي، يعني ما من عام إلا وهناك عيدين، لكن هناك استثناءات ليست بأن يكون هناك عيد واحد أو بداية واحدة لشهر رمضان، بل استثناءات بأن يكون هناك 3 أيام. يعني أنا أذكر من حوالي 4 أو 5 أعوام إخواننا مسلمي أوروبا اللي هم الأتراك والألبان والبوزنيان كان لهم عيد، ثم بعد ذلك كان العيد الذي يعني كان تابع لمجلس الأئمة الفيدرالي ومجلس الأئمة، فكان هذا العيد اليوم الثاني. ثم بعد ذلك عندنا مجموعة اللي هم يسمون نفسهم المون سايتنج جروب، اللي هم يعني دائما يحبون الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم برؤية الهلال برؤية العين. يخرجون يعني جروب أو مجموعة من الناس تذهب إلى بعض الجبال في مدينة ملبورن أو ضواحيها، فيتحسسوا القمر، فإذا وجدوه يعني أو الهلال يعني، فإذا وجدوه ورأوه بالعين يكون اليوم التالي هو يوم العيد أو بداية شهر رمضان أو بداية الشهر العربي. فأنا أذكر من حوالي 4 أو 5 أعوام لم تكن الذاكرة كان عندنا 3 أيام يعني للعيد يعني وسبحان الله يعني دائما نقول لكل إنسان لكل مجتهد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المجتهد إذا اجتهد فله في معنى حديثه صلى الله عليه وسلم أن للمجتهد أجران، أجر الاجتهاد إن أصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الصواب، وإن لم يعني يجر الصواب على يديه فله أجر الاجتهاد. وهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم على باب الاجتهاد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وطبعا الحديث المشهور صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. نعم سيد الكريم. نعم. عفوا معلش أنا تفضل. بسم الله. أبشر أيها الأحباب الكرام، لا زلتم مع قناة سلام الإعلامية المباركة في أيام من أيام عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالسلام والأمن والاستقرار في بلاد الدنيا، خاصة بلاد المسلمين. ومعنا فضيلة الشيخ مصطفى حسن، إمام وخطيب مسجد دار السلام، مسجد هانتينج ديل في مدينة ميلبورن. وهذا المسجد كما وصفه وعرفه أنه تابع للجالية البنغالية. طيب نحن في العيد واستصحبنا معنا روحانيات رمضان فضيلة الشيخ، وخطبت فينا في مسجد كالتن 2 أو 3 فيما أظن، تراويح وعشاء. هل عندك أنت جولات في مساجد مدينة ميلبورن أيام الرمضان شيخنا؟ حقيقة قبل الالتزام يعني أنا يعني حينما أكرمني الله سبحانه وتعالى بالحضور إلى مدينة ميلبورن كنت إمام ومدرس قرآن في مدرسة إسلامية اسمها مينرت كوليدج، هي التي يعني جئت عليها. ثم بعد ذلك انتقلت منها فذهبت إلى ميدستن زي ما حينما التقينا بحضرتكم. بارك الله فيك. بعدها ذهبت إلى مسجد التقوى، مدرسة التقوى،
عام، يعني لمدة عام تقريبا. ثم بعد ذلك ذهبت إلى مسجد خالد بن الوليد بمنطقة تسمى السانشاين. أي نعم. وبعد ذلك نعم ذهبت إلى مسجد الاي سي في اللي هو Islamic Council of Victoria، اللي هو المسجد في السيتي في المدينة. فمن بعدها يعني، لكن حينما كنت أعمل هناك ما كنت أئم صلاة أو أئم التراويح، فكنت في وقتها أتجول حقيقة كثيرا. وأنا أذكر ذلك لأنه أريد أن أقول نقطة يعني معينة بخصوص هذا الموضوع، تخص الأئمة. بعدها حينما جئت إلى هذا المسجد، طبعا الإمام حينما يلتزم بمسجد التزاما كاملا ويكون هو كما يسمونه المين إمام، يعني الإمام الرسمي والأول في المسجد، موضوع التنقلات تكون مواضيع تكون شوية صعبة على الإمام يعني حقيقة. صح. فأنا ذكرت هذه النقطة حينما انتقلت من بعض المساجد، لأقول حينما يعني مكثت في الإسلاميك كونسل اوف فيكتوريا وما كنت أئم رمضان فيه، كنت أتنقل. فكنت في ذلك الوقت أكون مثلا في مسجد السيدة مريم بهوبس كروسنج مثلا بالمنطقة الغربية من المدينة. كنت دائما أكون هناك 4 أيام بالشهر بشهر رمضان. وكنت أذهب إلى مسجد آخر مثلا حوالي 6 أيام أو 7 أيام. فكنت أقسم شهر رمضان بالدعوات المباركة من إخواننا الكرام ما شاء الله. كنت أذهب فأكون طوال شهر رمضان متنقل من مكان إلى مكان. هذه له ميزة وله عيب. وكذلك أن وجودك في مسجد واحد له ميزة وله عيب. وهما نقيضان يعني صراحة، يعني العيوب والمميزات متناقضة. ميزة أن تكون متنقل أنك ترى وجوها مختلفة. نعم. تلتقي بمساجد. طبعا في بعض المساجد، يعني لما أميت في كلتن كنت يعني جزا الله خير الشيخ هناك دعاني، فكنت أئم العشاء كما حضرتك يعني تفضلت وذكرت. كنت أئم العشاء والتراويح وأعطي الدرس. ففي الحقيقة ما وجدت يعني ما سمعت من الإمام. لكن في المساجد الأخرى حينما كنت أذهب كنت أتشارك مع الأئمة، خصوصا حينما يكون هناك ختمات أنه مسجد يختم. فكنت أنا أخذ مثلا جزء من الصلوات من الصلاة إن كان مثلا أقرأ بحزب أو كذا، والإمام يأخذ الباقي مع باقي القراء. فكنت أرى النظام المسجد كيف يسير النظام في هذه الأوقات. وهذا حقيقة يجعل عند الإمام شيء من الخبرة، تتوسع مدارك الإمام بخبرته للزيارات المساجد الأخرى، خصوصا أنه عندنا مساجد تلتزم بالمذهب الحنفي التزام كلي، وهم كل المسلمين غير العرب، جلهم يعني أقول جل المسلمين غير العرب. وهناك مساجد تمشي على المذهب الشافعي بصرامة، وهناك مساجد تمشي على المذهب المالكي أو المذهب الحنبلي. فحينما تذهب إلى المساجد وترى كيفية التعامل وكيفية الصلاة، وصلاة الوتر خصوصا على المذهب الحنفي، وصلاة العيد على المذهب الحنفي، لأنه ببلادنا صراحة في أفريقيا نادرا يعني إن لم يكن أقول يعني ليس هناك من يصلي على المذهب الحنفي خصوصا صلوات العيد. نعم، دائما نصلي على المذهب المالكي أو المذهب الشافعي. لكن سبحان الله، يعني أنا درست المذهب الحنفي وأنا في الأزهر في الفترة الإعدادية والثانوية، المدرسة المتوسطة والسينيور سكول. فدرست المذهب الحنفي بشكل كامل. درست المذهب الحنفي في كتاب الاختيار. فأنا حنفي المذهب، لكن لأني لم يعني we didn't practice زي ما بيقولوا بالإنجليزي، لم أجرب ولم أصلي بهذه الطريقة. لما جيت إلى أستراليا سبحان الله استغربتها، يعني لما صليت أول عيد حضرت في أستراليا صليت في مسجد أفغاني، فوجدت الصلاة فأنا استغربتها مع أني دارسها. لكن سبحان الله القراءة النظرية تختلف عن التطبيق العملي. عودا إلى موضوع المميزات والعيوب في التنقلات. العيب في هذه المسألة أنه صراحة صعب تلتزم في مسجد معين فيكون لك برنامج ثابت لخطبة يعني طبعا احنا دائما
وهذه الميزة اللي احنا نفعلها مثلا في هذه المساجد، أنه دائما يكون عندنا سلسلة من الحلقات في شهر رمضان. نعم. يعني العام الماضي تكلمت عن سلسلة من الصحابة، يعني كنت أختار في كل يوم صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت طبعا بالخلفاء الراشدين والعشر المبشرين بالجنة، وبعدين تكلمت عن الصحابة اللي هم شاهدوا كانت لهم وقائع كبيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. العام الذي قبله تحدثت عن الأنبياء، فكانت سلسلة في كل يوم كنت أتحدث عن نبي. هذه ميزة تفتقدها حينما تتنقل من مسجد إلى مسجد. فهذا العام يعني حقيقة خرجت فقط تقريبا 6 أيام من المسجد، لأنه الحمد لله من الله سبحانه وتعالى علينا ببعض الحفاظ. نحن نختم في المسجد، كان عندنا ختمة الحمد لله ما شاء الله. فعندي حفاظ 3 من الحفاظ الحمد لله يساعدون معنا، فاستطعت يعني إن شاء الله في هذا الشهر المبارك الحمد لله الله أن أخرج. فخرجت يومين في مسجد كلتن بدعوة كريمة من الشيخ الكريم جزاه الله خير. ثم كان عندنا في منطقة الدندنونغ الساوث إيست من ملبورن، المنطقة الجنوبية الشرقية من ملبورن، كان عندنا ماركت إسلاميك ماركت أو رمضان، أو يسموه رمضان ماركت. كان يعني هذا كان يفعلوه 4 أيام بالأسبوع، الخميس والجمعة والسبت والأحد. فدعوني في كل يوم خميس، يعني 3 أيام أو عفوا يومين خميسين، يعني كنت أذهب فأم في هذا الماركت، هذا السوق، يعني أئم بالناس الحمد لله. وكان هناك جمع طيب. وطبعا في دعوات كمان تأتينا، دعوات كريمة من المنظمات الإغاثية مثل إسلاميك ريليف، وهي تدعم الفقراء وتدعم إخواننا المضطهدين في مشارق الأرض، منها يعني دعمهم في فلسطين، وعندهم دعم كذلك يعني في أفريقيا في السودان وغيرها. فدعيت منهم دعوة كريمة. وهناك أيضا كان مجموعة أطباء يذهبون إلى فلسطين أيضا إلى غزة، فكان عندهم يعني دعم. فأذهب حينما يكون هناك يعني مصلحة أشعر أن الأمة تحتاج إلى كل صوت وإلى كل دعم من الأئمة. فحينما أجد دعوة، لا أقول أني أنا الأفضل ما بين المشايخ، الحمد لله عندنا مشايخ أجلاء ما شاء الله لهم صيت ولهم باع في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد، لكن أقول لعل الله سبحانه وتعالى اختارني بهذه الدعوة الكريمة، فأضع بصمة وأشارك، حيث أن المشاركة صعبة في يعني سبحان الله من ناحية الأموال والمال وغيرها والجهد النفسي، ويعني طبعا نجد صعوبة ونحن في بلاد بعيدة. فحينما ندعى يعني سبحان الله بدعوة كريمة منهم حتى نقدم شيء لإخواننا في فلسطين ولإخواننا في السودان وغيرهم، لا يتردد الإنسان الحمد لله أبدا في استجابة هذه الدعوة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعني يكتب لنا الأجر، وأن يكون سبحانه وتعالى تقبل ذلك منا إن شاء الله، ومن كل من قاموا بذلك من المشايخ الأفاضل. تفضل أخي. شيخنا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله نعم. وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله. بارك الله فيك، وربنا يعطيك الصحة والعافية فضيلة الله الشيخ يرضى عليك مصطفى يا حسن. أحمد. والشيخ مصطفى حسن هو مدرس الأستاذ، يعلم في المدارس الإسلامية. سندخل إلى ذلك العمل. والرجل الدعوي أصلا معلم، قائد إمام، وهو خطيب المسجد. والخطيب وإمام المسجد هو معلم المعلمين، لأنه المساجد هذه هي المعاهد والمدارس التي يتخرج منها المسلمون. ولذلك يحرص المؤمنون ودعا الإسلام لارتياد المساجد والتعلم من العلماء. فضيلة الشيخ، نحن في أيام من أيام عيد الفطر المبارك، ونسأل الله أن يلم شعث هذه الأمة، آمين يا رب. يقوي وحدتهم إن شاء الله. يأتي آمين. العيد، ويعني المشهد العالم الإسلامي مشهد لا يسر، بل هنالك بلاد تدمر وشعوب تموت وما إلى ذلك. فحدثنا عن كيف يمكن أن نستفيد من أيام العيد للتذكر، وأن نتزود منه لمزيد من الوحدة ولمزيد من رأب الصدع بين أمة الإسلام التي نراها أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحه، كما قال الشاعر، منذ سنين. وها هي اليوم أمة الإسلام
مع كل ما لديها من منعة وقوة وعزة ومكانة تتخطفها أيدي الأعداء من هنا وهناك. فيأتي نعم. العيد حزينا شوية شيخ مصطفى. هلا والله جاء تتكلم. حزينا يا أستاذ أحمد، ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. ويعني أنا أقول لك شيئا. أنا إن شاء الله سأجيب على السؤال، لكن قبل الإجابة عن السؤال أقول أن الحزن خيم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم منذ أعوام في هذه الأعياد. يعني ليست القضية فقط في قضية إيران. الحزن الأكبر كان في فلسطين، لأنه أهلنا في فلسطين يعني عزل، يحاصرهم العالم، يحاصرهم القريب والأخ الحبيب المسلم قبل ما يحاصرهم العدو. نعم. فلذلك كان الحزن على أهل فلسطين أكبر. يعني أهل إيران عندهم سماء مفتوحة، يرسلون ما يرسلون ويفعلون ما يفعلون، وعندهم قوة رادعة ويستطيعون أن يتلقوا دعم حيث أن عندهم حدود مفتوحة. لكن الحزن الأكبر كان صراحة يخيم على قلبي، وأنا أقول ذلك يعني كفرد من الأمة، وأتكلم عن نفسي. ويعني لا أشك أن كل مسلم مخلص عنده نخوة دينية وإسلامية يشعر بما أشعر به وزيادة. أنه الحزن حينما كنا نرى الأشلاء في رمضان، هذا رمضان المنصرم ورمضان الذي قبله والذي قبله، حينما كان إخواننا يعني في فلسطين وغزة تحديدا يبادون، كانت أشلاؤهم، وما زلنا حتى الآن نرى العظام في الأرض. يعني تجد بعض الجثث تحللت ولم تجد من يدفنها من شدة القصف ومن شدة كذا. كل هذه أمور طبعا خيمت علينا منذ زمن. ويعني الأمل لا ينقطع في الله سبحانه وتعالى، ورب العالمين ذكر في كتابه العظيم: ولا يقنط من رحمة الله إلى القوم الكافرون. فليس هناك قنوط في رحمة الله سبحانه وتعالى، إنما دائما نحن نشعر أنه بعد بعد الليل أو الليل المظلم دائما يأتي نور فجر عظيم يشع الله سبحانه وتعالى بنوره أرجاء الأرض كلها. فالأمل في الله موجود سبحانه وتعالى. وهذه يعني الناظر في التاريخ الإسلامي وحتى ما قبل الإسلام في تاريخ النبوة وتاريخ الأنبياء وأتباعهم من الصالحين يرى أن هذا منهج أو سنة كونية لله سبحانه وتعالى. يأتي الظلم ثم يستشري الظلم ثم يستضعف الضعفاء فيفعل كما فعل فرعون: داروني أقتل موسى وليدعو ربه. وليفعل كما فعل فرعون: أستحيي نساءهم، نقتل أبنائهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. ثم يأتي بعد ذلك نصر الله سبحانه وتعالى. يعني المؤمنون سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: متى نصر الله؟ فقال رب العالمين سبحانه وتعالى لهم: ألا إن نصر الله قريب. لكن النصر دائما يأتي حينما تلتف الأمة حول كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. الأمور التي تحدث الآن أخي أحمد، ويعني أنا أهتم جدا بأمور السياسة في خضم الكتاب والسنة. لكن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه سيدنا الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، قال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن كقطع الليل المظلم. قلنا: وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. حديث طويل قال فيه صلى الله عليه وسلم: كتاب الله فيه خبر من قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى العزة في غيره أدله الله، وهو حبل الله المتين والصراط المستقيم، إلى آخر الحديث المبارك. فيعني نحن نحتاج إلى 3 أشياء يعني من وجهة نظري، وهناك كثير يعني، لكن أنا أقول الأولى يعني 3 أمور. ونحن في أمر عيد يعني لابد أن نتذاكر الأفراح، لكن سبحان الله كما حضرتك تفضلت أن العيد جاء والأمة في أوجاع مؤلمة وفي ضربات موجعة. فيعني مع الفرح يمتزج الحزن، ومع الابتسامة يمتزج الألم، لكن لا نفقد الأمل في الله سبحانه وتعالى كما قلت. وعلينا أول شيء هو الالتزام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فالكتاب والسنة إذا التففنا حولها
نكون في بداية الطريق إلى لم الشمل، يعني لم الشمل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتوحيد الصف. المسألة الثانية وهي ترتيب الأولويات. يعني تجد سبحان الله، يعني أضرب لك لحضرتك مثال، وهذا شيء دائما أعيبه منذ أن كنت إماما. أنا كنت إمام يعني وخطيب في مصر قبل أن آتي إلى أستراليا قبل 18 عاما. ما شاء الله. فسبحان الله، وأتذكر مرة من المرات خطبت على هذه المسألة في العيد، يعني كان جل الخطبة كنت أتحدث عن ترتيب الأولويات في أيامنا، الأيام التي يحتاج فيها الإسلام منا، أو يحتاج الله سبحانه وتعالى منا فيها جهادا بالكلمة أو جهادا بالفعل أو جهادا بالمال أو جهادا فعليا. لابد أن نكون نحن هؤلاء الرجال. وحينما تأتي أيام الفرح لابد أن نفرح فيها كما أراد الله سبحانه وتعالى، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فنحن في أيام العيد تجد مثلا كثيرا من الناس يتركون أولويات العيد بصلة الأرحام والتودد إلى الناس والتقارب وإذابة العقول التي بيننا وبين الناس، ونذهب إلى المقابر نزور، مع أن الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن أو كره زيارة القبور في هذه الأيام، ودعا صلى الله عليه وسلم بما هو أعظم من ذلك وهو صلة الأرحام. يعني هذه أيام فيها فرح، حينما يعني كثيرا نجد مثلا بعض الإخوة المتشاحنين يكونوا إخوة مثلا من نفس الأب والأم، إخوة للدم، يتشاحنون مثلا، فيأتي العيد يقول والله لو جاء إلي في العيد وقال كل عام وانتم بخير لكنت سامحته. واخذ بالك؟ فهذه فرصة عظيمة. يعني حينما نكون، يعني المفروض أن تكون في رمضان، أن أبارك لأخي في رمضان، وأن أبارك لأختي في رمضان، وأن أكون في تقارب دائم ومستمر مع الأهل والأحباب والأصدقاء ومن أمرني الله سبحانه وتعالى بصلة رحمهم. لكن إن فاتني ذلك في شهر رمضان وقد انقضى شهر رمضان، أن أنتهز الفرصة في هذا العيد المبارك، وأن آتي وأقبل الرأس وأقول كل عام وأنتم بخير، أسأل الله أن يعيد علينا وعليكم هذا العيد بالخير والبركات، سامحوني وكذا. ويتواضع الإنسان حتى تلتف، لأنه قد يستصغر الإنسان منا هذا الفعل، يقول يعني ما الذي يفعله قربي من أخي؟ المجتمع كله مبني من النواة، والنواة هو الأسرة. يعني النواة المجتمع المسلم هي الأسر، فإذا ترابطت الأسر ترابط المجتمع. يعني إذا أنا الأسرة عندي قوية، وأسرة الأستاذ أحمد قوية، وأسرة فلان قوية، والحمد لله في عندنا ارتباط أسري، لا يخاف الإنسان منا أن يلتقي بالمجتمع في الخارج مع أسرته، لأنه عندنا الحمد لله ارتباط قوي. فتأتي من بعد ذلك قوة الارتباط في المجتمع، وقوة الارتباط بالمجتمع تظهر للناس وتظهر لجميع من حولنا من المسلمين وغير المسلمين أننا في قوة وفي منع الحمد لله بتماسكنا وترابطنا، كما قال الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. فيعني إلى آخر الآية المباركة. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالوحدة، وأمرنا بأن نلتف بعضنا ببعض، وأن يدفئ بعضنا بعضا برابط الأخوة ورابط صلة الرحم. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أن يلتزم الإنسان، كل إنسان منا، بتعاليم الله سبحانه وتعالى، بأن يظهر وأن يتبع نهج الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا في القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يؤدي ما عليه من واجب نحو هذا المجتمع. يعني إذا أدينا الواجب الذي علينا في المجتمع، الله سبحانه وتعالى يكلل ذلك بنجاح في الوصول إلى القوة التي يريدها الله سبحانه وتعالى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الداعية لابد عليه أن يشغل منصبه وأن يكون داعيا إلى الله سبحانه وتعالى بحق. الطبيب لابد أن يؤدي حق المهنة عليه. الصحفي مثل الأستاذ أحمد، يعني والحمد لله ونحن وجدنا ذلك فيه ما شاء الله. كل إنسان، كل عامل النظافة، الطباخ، كل إنسان في المجتمع المسلم، إذا خلى المجتمع المسلم من جزء واحد من أسباب النجاح في المجتمع، يصير هناك خلل وضعف في المجتمع المسلم. لذلك نحن نحتاج إلى كل كادر من كوادر
الأمة أن يعمل بجد وأن يعمل بإخلاص حتى تقوى ويدعم الله سبحانه وتعالى بذلك روابط الأمة فيما بيننا، والله تعالى أعلم. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ مصطفى حسن، إمام وخطيب مسجد دار السلام في مدينة ميلبورن. أنا سعيد، وهذا أول لقاء نجريه معك عبر هذه القناة بارك الله فيك، المباركة، وإحنا نسعد أخي أحمد. قناة سلام الإعلامية، وإن شاء الله سلام في سلام يعني. إن شاء الله، وإن إن شاء شاء الله الله. ما نتحرم من فضيلتك في الله يبارك فيك تنويرنا حبيبي. وتنوير المشاهد الكريم. بارك الله فيك. نحن لنا الشرف أن نكون معكم في هذا اللقاء الطيب المبارك مع أهلنا أهل أريتريا، الله يسلمك. وأنا يعني أشهد الله أني يعني أكن لهم محبة. صحيح أنا لم أزور أريتريا، لكن إن شاء الله نزورها يوما ما بإذن الله تعالى، لعلنا نجري حوارا هناك إن شاء الله يعني بالقناة مباشرة إن شاء الله إن شاء الله تعالى. وما ذلك على الله بعزيز. وما ذلك على الله بعزيز. نسأل الله أن يأمن بلادنا إن شاء الله، وأن يجعل ديار الإسلام والمسلمين عامرة إن شاء الله بأهلها بإذن الله تعالى. بفضل الله إن شاء الله بإذن الله. وأنا أغبط وأنه مثل حضرتك لما يكون إطلال على الطلاب والتلاميذ يعني بارك الله علم فيك. الدين وأدب والثقافة، أنا بارك الله فيك. يعني أقول لهم أنتم محظوظون أيها الطلاب، أن تتعلم أمور دينك ودنياك، فهذا مما أمر به الدين. الله يرضى عليك. كذلك مما يعني يفيدك في الدنيا والآخرة. فلطلابك أنا أحييهم. بارك الله فيك. أنا فيما تدرس فضيلة الشيخ غير الدعوة إلى الله في المساجد وإماما وخطيبا، أعتقد أنك تعمل في مهنة التدريس والتعليم، هي نعم. الأنبياء والرسل يعني. نعم. نعم، أنا أدرس في مدرسة تركية اسمها ماونت هيرا، يعني جبل حراء. نعم. كما ذكرت في بداية الأمر، حينما قدمت إلى أستراليا عملت 9 أعوام في مدرسة كان مؤسسها مصري اسمها منارة كوليدج، أي المنارة الإسلامية. أيوة. فبعدين لما خرجت عملت بالمساجد، وبعدين أكرمني الله سبحانه وتعالى بأني عملت في هذه المدرسة، فأعمل بها نهارا مدرس للقرآن. والحمد لله يعني من الله سبحانه وتعالى علينا من منذ حوالي 12 عاما بأن أكرمني الله سبحانه وتعالى بالحصول على الإجازة بالقراءة العشر الصورة. ما شاء الله. فالحمد لله يعني إخواننا الأتراك جزاهم الله خير، يعني التقيت برئيس قسم القرآن كان يصلي خلفي في رمضان في أحد المساجد، فجزاه الله خير ظنا في أخيه أنه لذلك أهل، فدعاني يعني قال نريد أن نستفيد من قراءتكم للقرآن وإحكامكم للتجويد بأن ندرس الطلاب، وإن كان المستويات هنا يعني الطلاب يعني أنه لا يتحدثون العربية، فالمستويات تتفاوت، منهم من هو يعني على في الحروف في الألف والباء وغيرها، ومنهم من عنده أدفانسد كما يقولون، يعني يتعلم في مدارس خارجية إضافية ويكون بذلك يعني عنده قوة الحمد لله في القرآن العظيم. فحينما ذهبنا منذ 4 أعوام تقريبا في نفس الوقت الذي ذهبت فيه إلى المسجد، يعني استلمت فيه في المسجد الحمد لله. أدرس قرآن هناك، وإن كان يعني طبعا عندنا في المسجد الحمد لله كمان عندي مدرسة قرآن في المسجد. مدرسة سبت وأحد ندرس قرآن، وعندي الحمد لله كنت أدرس قبل رمضان مدرسة للكبار بين المغرب والعشاء. الحمد لله هذه مدرسة ندرس فيها لإخواننا الذين يريدون أن يتمكنوا في كيفية القراءة لقراءة القرآن العظيم. وعندنا بعض الدروس. أنا صراحة لا أكذبك القول أخي أحمد، تعلمت حينما كنت في جامعة الأزهر، يعني أنا تخرجت من كلية أصول الدين جامعة الأزهر، وكان عندي كان عندنا مادة في الصف الثالث والرابع اللي هي في المواد التخصصية، كانت تسمى مادة الدعوة. فكان يعلمنا إياها من أحد عمالقة الدعوة في مصر والعالم الإسلامي رحمة الله عليه، كان اسمه الأستاذ الدكتور محمود حماية رحمه الله رحمة واسعة إن شاء الله أسكنه فسيح جناته. كان من عمالقة الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى في مصر والعالم العربي. فأذكر له هذه المقولة، وأنا أذكر يعني القصة بالإجمال حتى أقول هذه الكلمة. رحمة الله عليه قال: أسوأ إمام وأسوأ خطيب الذي يخرج يتحدث عن مسألة وبال المجتمع والمصلين مشغول بمسألة أخرى.
مم. فحينما يعني يكون المجتمع مشغول بالقضايا القضايا الدينية أو القضايا السياسية أو قضايا المجتمعية، مثلا في الحروب الدائرة مثلا كانت في فلسطين وغيرها، ثم يأتي الإمام يتحدث عن الصلاة وعن الصوم وعن كذا. طبعا إذا تحدث عليها في مجالس يعني مرتبة، مدارس فقهية مثلا، لا بأس. لكن إذا خرج الإنسان في صلاة الجمعة وتحدث يعني عنها، الناس تعرف الحمد لله الصلاة وتعرف الصيام وتعرف فرضيتها وكذا. فأنا أنشغل دائما أو أحب دائما أن أتكلم فيما يشغل الأمة. فحينما يعني حدثت أحداث غزة وفلسطين، تكلمت عن يعني علامات الساعة، وكيف أن هذه من الأمور التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة وكذا. وكانت لي سلسلة مطولة في هذه المسألة. أنا كمان أنشغل حيث أني يعني عملت لمدة 6 أعوام رئيس عندنا في مجلس الأئمة لجنة كانت تسمى لجنة المصالحة، يعني هي بمثابة المحكمة المحكمة الأسرية، محكمة شرعية عرفية ليست قانونية تابعة للدولة. فكنت أعمل رئيسا لها يعني لفترة من الزمن. فكذلك لما يعني وجدنا موضوع الطلاق وكثرة وشيوع الطلاق في هذه البلاد، وكيف أن الناس يعني تتعامل بالأمور المادية فيها بعيدا عن الدين وكذا، فكمان كانت لي سلسلة الحمد لله مطولة لعدة شهور ما شاء عن الله. الطلاق والزواج. ويعني هذا الحمد لله من أمور اختصاصنا الحمد لله في هذه المسألة. فالحمد لله كانت هذه أمور يعني المكالمات آه تترى. آه المكالمات تترى شيخنا. المكالمات كثيرة سبحان الله. بارك الله فيك. الله يبارك فيك، لأنه تأتينا دائما، تعرف أنت المعايدات وكذا في تأتي نعم. الأئمة. الحمد لله يعني، وشكر الله لهم هذه الاتصالات. جزاهم الله خيرا. نعم. أي الله يبارك الله فيهم جميعا. فسبحان الله يعني تدريس القرآن. يعني أنا مدرس الحمد لله في مدرسة، هي مدرسة تعمل من الروضة حتى الصف الثالث الثانوي، أو كما نقول باستراليا هنا اليير 12، يعني السنة ال 12، يعني حتى يدخل الطالب قبل أن يدخل الطالب إلى الجامعة. فالحمد لله يعني في عندنا مستويات طيبة. كنت أدرس بعض الطلاب الحمد لله كان عندهم ختمة للقرآن الكريم، خاتمين القرآن، كنا نصحح لهم بعض أحكام التجويد. فالحمد لله يعني أنا أقول كلمة حق للمدارس الإسلامية هنا، في اهتمام الحمد لله بالقرآن الكريم ملحوظ. وصحيح مش كل الطلاب بيكون عندهم نفس الاهتمام. فمنهم يعني من يدخل إلى المدرسة ويخرج وهو بالكاد يحفظ الحروف أو يعني يقرأ الكلمات البسيطة، ومنهم من ينتهز الفرصة حتى يعني يخرج من المدرسة وقد قرأ القرآن بشكل صحيح يعني. والحمد لله المدرسة التي أدرس فيها طبعا الإخوان الأتراك إخوان ما شاء الله منظمين بشكل ملحوظ، فدائما تأتيهم المناهج من تركيا. فندرس كتاب كثير جيد يعني يمزج ما بين تعليم اللغة العربية أو الحروف العربية مع التشكيلات، الفتحة والضمة والكسرة وغيرها والتنوين ومخارج الحروف يعني بصفة عامة، وأحكام التجويد كمان في الجزء الثاني من هذا الكتاب. والحمد لله يعني ما ألاحظه أن كثيرا من الطلاب بفضل الله تعالى يعني أنهوا هذا الكتاب وصاروا يعني يقرؤون بشكل جيد الحمد لله. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. كثيرا من المدارس الإسلامية تهتم بهذه المسألة، وذلك من فضل الله على الأسر وعلينا إحنا يعني أنا حتى وإن كنت معلما ومدرسا إلا أنني كمان ولي أمر، يعني أب لأبناء أحب أن يتعلم القرآن. فالحمد لله يعني نسأل الله أن يتم علينا نعمه وأن يديم إن شاء الله علينا الإسلام في هذه البلاد إن شاء الله بإذن الله، ذا ظاهرة وباطنة إن شاء الله. آمين يا رب. فضيلة الشيخ، تحدثت في القراءات، إن شاء الله نفرد حلقة في القراءات بإذن الله تعالى. في القراءات في القرآن الكريم. معروف لدينا نحن ناس المشرق قراءة حفص عن عاصم. نعم. وفي قراءات كثيرة طبعا إن شاء الله ننور بها المشاهد الكريم. نعم. هو احنا انا اقول لك ان شاء الله قبل يعني هذا المفروض شيء اذا نوهنا اليه ان شاء الله يعني، ولو تكون هناك حلقة المفروض نذكر ذلك.
إن شاء الله. لكن تشويقا إن شاء الله للمستمعين أقول نقطتين. النقطة الأولى أنه شمال مصر، شمال عفوا أفريقيا، كان دائما يقرؤون بقراءة ورش وقالون، يعني بقراءة الإمام نافع. نعم. حتى مصر كانت تقرأ بقراءة ورش رضي الله عنه. نعم. حتى زمن يعني من عدة قرون أقول تغيرت وسادت فيها قراءة حفص عن عاصم. نعم. لكن حتى مصر كانت تقرأ بقراءة ورش. لكن الآن المغرب العربي اللي هو بلاد المغرب والجزائر وتونس يقرؤون دائما بقراءة ورش، وليبيا تقرأ بقراءة نافع الإمام. نعم، تقرأ بقراءة الإمام اللهم صل على سيدنا محمد. نعم، الإمام نافع يقرؤون عن ورش عن نافع، وقالون عن نافع يقرؤون بقراءة قالون. نعم نعم. وأهل السودان عفوا أهل الصومال كثيرا منهم يحب أن يقرأ بقراءة أبي عمرو. فنعم إن شاء الله يعني هي ما شاء الله يعني بالنسبة للقراءات مشوقة وفيها كثير ما يقال. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم على الخير. المسلم عليه أن حتى لو لم يقرأ بها كلها لكن يعرف على أنه في قراءة كذا وكذا وكذا. نعم. هو أنا يعني سبحان الله عفوا معلش ما تأخذنا. أذكر قضية حدثت معي حينما كنت في الاي سي في الإسلامي كونسل اوف فيكتوريا. جاءني واحد أخ يعني كان رجل كبير في العمر، ومسك مصحف وقال يا شيخ، وكنت على المنبر، فقال يا شيخ انظر ماذا فعلوا بالقرآن، كيف حرفوا. وهذه واقعة حدثت معي حقيقة، معي أنا شخصيا وأنا على المنبر. وانظر حسبنا الله ونعم الوكيل وكذا. طبعا الحمد لله عندنا يقين أنه يعني لا يفعل ذلك، وهناك الحمد لله رجال في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدافعون ويعني يزودون عن كتاب الله سبحانه وتعالى كل خبث. فعلمت أن ذلك أن هناك أمرا ما، فقلت له أخي انتظرني حتى أنزل. فلما نزلت كان يدور في خلدي أن هذا المصحف مكتوب بقراءة أخرى. فلما نزلت ففتحت المصحف فقرأت فإذا به قراءة الإمام ورش رضي الله عنه. فقلت له هذه قراءة للإمام ورش. فهو ظن أن المصحف فيه تحريف. فأن يعلم الناس أن هناك قراءات وكلها متواترة صحيحة، فهذا أمر مهم جدا من أمور الدين. يعني هذا ليس أمرا يعني ليس أمرا إضافيا أو أمرا يعني، لا، هذا أمر من أمور الدين. يعني أنا كنت وأنا في الجامعة، وأنا لا يعني أقول ذلك من باب التصغير والتقليل من شيخي وهذا العالم الجليل أطال الله عمره. كان يتحدث هو كان أستاذ في التفسير يعني حفظه الله. فقال هذه قراءة ورش، كان يفسر لنا سورة الإنسان، فقال هنا قراءة الإمام حفص عن عاصم، وقرأ الإمام خلف عن حمزة بكذا، وإن كنت أرجح كذا. فطبعا أنا ما كنت عندي القدرة أن أقول له أنه لا يجوز الترجيح، لكن أنا كرهت هذه الكلمة في ذلك الوقت، لكن ما كانت عندي الجرأة أن أقول له أنني ما أحببت هذه الكلمة. لكن سبحان الله الآن أقول وسبحان الله الكلمة محفورة في عقلي من أكثر من 25 من أكثر من 30 عام، واخد بال حضرتك. لكن هذه كلمة تعاب على عالم أن تخرج منه أن يقول وأنا أرجح قراءة عن قراءة، لأنها كلها متواترة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فموضوع القراءات موضوع مهم، نعم يعني الكريم إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله بعد ما ترتاح وتأخذ عيديتك كويس فضيلة الشيخ. الله يرضى عليك حبيبي إن شاء الله. والله أنك استجبت لأول دعوة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمرك وفي علمك ويعطيك منعة وقوة الله يبارك فيك في العلم والجسد إن شاء الله. الله يبارك فيك يا رب. كما ذكرت فضيلة الشيخ، أنا برضو مرة وأنا في مسجد ميديسن حيث مسجدكم القديم، ففي مسجد ميديسن برضو في في مصاحف مكتوبة بقراءة ورش، فالحروف كما تعلم يعني الفاء مسقطة والقاف نقطة تحت. مضبوط. فجاءني أحد الأصدقاء قال لي يا أستاذ شريف يا أخي ما قدرت أقرأ الكتاب، إيش هذا؟ ما قال لي هو حرف وهكذا،
ايش هذا؟ قال لي ده هذا القرآن اللي نعرفه ولا حاجة ثانية. ففتحت سبحان كده الله. فقلت له هذا مكتوب برواية نفس الكلام والله. قال لي نعم. انت اقراه. قلت له لو لم لانه هو بيقرا بحفص حفص. عن نعم. عاصم يعني. فنحن برضو في اريتريا. فقال لي بارك الله فيك. وبعد كده قلت له بس في مصاحف اخرى، لانه الذي لا يقرا القران كثير اذا تغيرت عنده الحروف ما يستطيعش ان يقرا كما تعلم فضيلة نعم. الشيخ. ولذلك علم من الدين بالضروره. ولناخذ مثال عزيزي المشاهد. انت لو لم تكن عليم بالقراءات وفي الصف الأول والإمام بدأ يقرأ، وبعدين سندخل معك في الحوار هل يمكن الانتقال، هل يجوز من قراءة إلى قراءة في الصلاة في القراءات العادية. حندخل في أسئلة. لكن هذا المؤمن المسلم اللي يحب المساجد وقف في الصف الأمامي، والرجل الإمام يقرأ برواية ورش عن نافع مثلا، وسيظن أن الرجل يخطئ في القرآن، نعم. فحيقول صححه. وأنا شفت حاجات كثيرة من هذا وذاك يعني. ولذلك نحن عبر هذه القناة المباركة إن شاء الله ننور المشاهد الكريم بالقراءات. وهم ناسنا برضو شيوخنا بيعملوها، لكن بطريقتنا نحن سنعالج. التفقه في القراءات مهم جدا بالنسبة لي. نعم. وأنا رغم أنه قرأت القرآن عن برواية حفص عن عاصم، لكن ختمت بها ورددت عليه والحمد لله. لكنني أحب أن أسمع برواية ورش. نعم. أقول أضيف لعلمي للقراءة ذاتها. وكلما تفننت أو تدرجت في القراءات تقولون والقراءات الأخرى 9 ولا 10 فضيلة الشيخ سيشرحها لنا إن شاء الله. كلما يعني أنا تسمح لي أقول نستمتع بقراءة القرآن الكريم. نعم. أنت تضيف نعم. شيئا وتعرف أنه هناك صراط وزراط نعم. وأعطينا أنطينا وأعطي، وهكذا تتفقه في هذا القرآن ويجدد فيك الإيمان ويجدد فيك المعاني والتدبر. ويشرح بعضه بعضا يا أستاذ أحمد. سبحان الله. نعم. ويشرح بعضه بعضا. يعني أعطي مثالا واحدا حتى لا نحرق على المشاهدين، السادة المشاهدين إن شاء الله، يعني تفضل. تلك الحلقة المباركة إن شاء الله. في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فكلمة تبين وردت في قراءة أخرى فتثبتوا. شوف. يعني التبيين والتثبيت، أن يتبين الإنسان فيتثبت. يا سلام. يتبين يعني أن يعني يظهر لنفسه بالتثبت، أن يتثبت يعني أن يكون الأمر لا يحتمل الظن، أن يكون الأمر أمرا يعني على ثابت. سبيل يعني الجزم. نعم. فسبحان الله يعني. وهناك أمثلة كثيرة جدا في القرآن الكريم. طبعا لا أريد أن لها أخذ وأعطي مثالا بعد مثال حتى يعني نجعل السادة المشاهدين يعني يسمعون الكلام متكررا في الحلقة القادمة إن شاء الله بإذن الله. إن أحيانا الله سبحانه وتعالى وكان لنا إن شاء خروج الله. آخر إن شاء الله في الحديث عن القراءات، إن شاء الله نفصل في ذلك بإذن الله تعالى بشكل أفضل إن شاء جزيل الله الشكر تعالى. إن شاء الله، وربنا يزيدكم وفي ميزان حسناتكم إن شاء الله. بارك طيب الله فضيلة فيكم يا الشيخ، رب. تختم لنا بذكريات عن العيد. ذكريات كده فيها، لأنه برضو العيد فرح والعيد نغم والعيد ضحكة يعني، وهي ساعة هو وساعة. نعم. فمن مواقف طريفة في العيد في هذه البلاد أو في غيرها. هو أنا يعني أنا أحذر أولا قبل الأمور. أقول موقف حدث معي مم. دائما أذكر به أولادي صراحة، وأنا أنتهز هذه الفرصة المباركة حتى أحذر الشباب أولا يعني من هذه القضية الخطيرة. العيد هو منحة من الله سبحانه وتعالى وجائزة على فعل عظيم وعبادة مقدسة، عبادة ذات مغزى عظيم. ولذلك نحن ما عندناش كل شهر عيد، احنا عندنا عيد بعد عبادة عظيمة وهي شهر رمضان المعظم، بعد انقطاع عن الطعام والشراب وملذات الدنيا لمدة شهر في نهاره. وبعد كده عندنا العيد الثاني وهو بعد جهد عظيم في الحج ووقوف على جبل عرفات وسعي بين الصفا والمروة وطواف حول الكعبة وجهد عظيم. فالعبادتان عبادتان مباركتان. نعم. لذلك الله سبحانه وتعالى جعل لهما عيدان تفريحا على قلب الأمة، ليس لجلب المعصية.
فما حدث معي من حوالي تقريبا 30 عام أو 35 عاما. كنت في العيد مع أحد الأقارب والأصدقاء المقربين جدا لي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليه الصحة والعافية. آمين إن شاء الله. وأنا أذكر ذلك ليس من باب ذمه لأنه قريب جدا من قلبي، لكن أقول ذلك من باب الاحتياط والحيطة، وإظهار أن العيد هو فرحة وليس هما وغما ومعصية. فسبحان الله هو لم يكن مدخنا، والحمد لله لا أحب التدخين بفضل الله تعالى، لا أدخن ولا أحب التدخين. نعم نعم. الحمد لله من فضل الله علي أني أكرهه، ليس أني فقط لأنه الحمد لله أكرهه، يعني الله سبحانه وتعالى كرهه إلى قلبي. هذا فضل من الله. فخرج فوجدت ذلك، كنا صغار يعني، كنا في سن المراهقة، فوجدت هذا الصديق الحبيب يعني يشتري علبة دخان، علبة سجائر، ونحن في مصر في العيد. وده طبعا ذهبنا طبعا العيد في مصر، احنا في الصعيد في القرى ما في عندنا مثلا المراجيح والألعاب وهذه الأمور، فكنا نخرج إلى المدينة، إلى محافظة، أنا من محافظة السوهاج، وخصوصا أنا من مدينة تسمى مدينة المنشاة، وهي مدينة الشيخ المنشاوي، لأن الشيخ المنشاوي هو نسبة إلى مدينة المنشاة، وليس اسمه وليس اسم العائلة، إنما هو نسبة إلى هذه المدينة المباركة. فذهبنا إلى هذه المدينة، وسبحان الله فلما اشترى الدخان فأنا تعجبت، قلت له أتدخن؟ قال نعم نحن بالعيد. فبيقول لي يعني باللغة المصرية، بيقول لي احنا بالعيد، وهذا يعني عشان الفرحة يعني وكذا. فأعطاني سيجارة، فأنا قلت له أنا ما بدخن. قال لي يعني هو أنا اللي بدخن؟ ما أنا كمان ما بدخن، بس عشان العيد، عشان فريحي يعني. فقلت له يعني لا أنا ما عايز، ما بحبه. فضغط عليه، فقال يعني أنت، فأنا في الآخر قلت له أنت عم بتشد علي عشان أنا ما أقول أنك أنت بتدخن، ها؟ فقال لي أيوة صحيح. فقلت له اطمئن، أنا ما حقول حد، اطمن، أنا ما حقول لحد أنك أنت بتدخن، بس إذا بتقول لي خد تاني سجاير بسيبك وامشي. فسبحان الله يعني مرت الأيام ومرت الأعوام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه، فاضطر أن يعمل عملية قلب مفتوح وهو في صغر سنه، كان يعني ما تجاوز عمره يعني 35 عاما نتيجة من وراء التدخين. طبعا هو أخذها في هذا اليوم الفرايحي وده عشان العيد وكذا، فسبحان الله استحلى الأمر فصار حتى صار مدخنا شرها. وبعدين انتهى به المطاف قبل 35 عاما انه عمل عملية قلب مفتوح، وحزنت كثيرا يعني لذلك، بس الحمد لله تاب الله عليه من بعدها، والحمد لله بصحة وعافية. نسأل الله أن يديم عليه الصحة ويديم على أمة محمد أجمعين. هذه من ضمن الذكريات، يعني زي ما حضرتك تفضلت، فيها ألم لكن فيها عبرة. فيها عبرة. يعني صحيح دائما نذكر بعض الأمور السلبية، لكن نذكرها من باب الإيجابيات، أن نحذر منها، لأنه ديننا ليس دين بشريات فحسب. الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا. فالإنذار فيه من العبر والعظات. فيعني سبحان الله، أنا أقول يعني أنتهز هذه الفرصة وهذه القصة يعني من ضمن الذكريات التي كانت معي، أن أقول لا يجعل الشاب العيد من يوم فرح وسرور وسعادة إلى أن يكون بداية معصية، من بعد طاعة عظيمة ومن بعد طاعة مباركة أن يكون بداية معصية. لا، نحن نفرح بهذا اليوم، نصل فيه الأرحام، نتصدق فيه على الفقراء، نفعل ما نستطيع فعله ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. فنحن نتعبد الله سبحانه وتعالى في الضراء وفي السراء، نتعبد الله سبحانه وتعالى بالتزام الأوامر بالمنع وبالعطاء. يعني العيد هو عبادة في حد ذاته، عبادة إن التزمت فيه تعاليم الله سبحانه وتعالى بصلة الأرحام وبالتقرب إلى الناس وبالصدقات على الفقراء. كل هذه الأمور تجعل منا عابدين لله سبحانه وتعالى، فأسأل الله أن يديم علينا وعليكم يعني هذه الأمور. أما بالنسبة للذكريات الأخرى كما ذكرت في بداية الأمر حينما تحدثنا عن رمضان، وهو وجود الاختلافات، يعني سبحان الله أنا أول مرة أشوف الاختلافات حينما حضرت وقدمت إلى أستراليا. في مصر طبعا في البلاد الإسلامية يعني لا نختلف، الحكومة تذيع تقول الكاميرا شوية نزلها تحت. نعم أيوة بسم شوية. الله هكذا. بارك الله فيك. نعم بارك الله فيك. فيعني أقول أنه في بلادنا تذيع الحكومة في الإعلام غدا رمضان أو غدا العيد، فنقول يلا العيد فرحة وكل عام وانتم بخير. لكن هنا طبعا كل طائفة لحالها وكل مجموعة لحالها. استراليا طبعا تعرفون فيها السني وفيها الشيعي وفيها السني السلفي والصوفي، وفيها السني الذي يتبع رؤية الهلال، وفيها الذي يتبع الكالكوليشن اللي بيقولوا عليه يعني الفلك وكذا.
التقويم الفلكي يعني فسبحان الله تجد من الصعب بمكان أن تجد يعني اتفاق على يوم محدد في هذا الشهر. فأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يوحد صف المسلمين إن شاء الله حتى على ذلك بإذن الله تعالى. بوركت سيدي الكريم فضيلة الشيخ حسن مصطفى حسن، إمام وخطيب مسجد دار السلام، مسجد هانتينغ ديل في مدينة ميلبورن، ولاية فيكتوريا، أستراليا. من مدينة ميلبورن كنا معكم ومع فضيلة الشيخ، إن شاء الله يعني في ميزان حسناتك، وكل سنة وأنت طيب وأنت بالصحة والسلام، ولكل المشاهدين أخي أحمد الكريمة، ولشعبنا وأحبابنا في مصر ولأمة الإسلام أينما كانوا. هذه تحياتنا لكم أيها الأحباب من قناة سلام الإعلامية المباركة، من أنا أحمد شريف برفقة الزملاء الفنيين والمخرجين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا عاما بعد عام ونحن أكثر منعة وقوة وصلابة ووحدة. آمين. شكرا لكم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ونلتقي إن شاء الله في حلقة القراءات إن شاء الله، ونفرد لها مساحات إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله تعالى، بإذن الله. يعني لا نثقل عليكم في هذا اليوم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. الله يرضى عليك، بارك الله فيك وبكل مشاهدينك الكرام. أهلنا الأحباء في أريتريا، كل عام وأنتم بخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا وعليكم إن شاء الله هذا العيد وهذا اليوم المبارك إن شاء الله بالخير والبركات، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى فيه فرحا وسرورا يدخله الله على قلوبنا إن شاء الله تعالى بنصر الإسلام وعزة المسلمين إن شاء الله، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم إن شاء الله من كل ضيق فرجا إن شاء الله، ومن كل هم مخرجا. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العفو والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. عليكم السلام، كل عام وأنتم بخير. شكرا لكم فضيلة الشيخ. بارك الله فيك أخي أحمد، الله يبارك، في أمان الله. في أمان الله وحفظه.